لو عايزة تعملي عصير بطريقة مختلفة ويطلع لذيذ جدا وجميل، تعالي اقولك على الطريقة. كان معايا هنا المكونات: كوبين من الحليب وسكر ومعلقتين كبار من اللبن البودرة ونص كيلو من الجوافة. هنا ابدأ احط الجوافة في الخلاط، وبعد كده هضيف عليها الكوبين من الحليب السائل وهضيف السكر بعدها. طبعا السكر انت بتضيفيها حسب رغبتك، بس انا ضفت تقريبا 6 معالق من السكر كبار. بجد العصير كان طلع معايا طعمه لذيذ جدا ومختلف، واللبن البودرة بيضيف له طعم جميل جدا ولذيذ. هنا هبدأ اشغل الخلاط وهضربهم كويس. ولو الجوافة عندك متلجة في الفريزر ما تقلقيش خالص، مش يعني سيبيها تفك بس شوية، وبعد كده ابدأي اخلطيها في الخلاط، يعني مش هيحصل للخلاط اي حاجة، ما تقلقيش. بس وبعد كده بعد ما خلطتهم شوية هبدأ اضيف بقى اللبن البودرة، معلقتين من اللبن البودرة. بس وهنا شغلت الخلاط وهبدأ اخلط تاني شوية. بجد العصير طعمه تحفة وسريع جدا وجميل جدا، واللبن البودرة مش مكلف يعني اللي انت هتضيفيه عليه. بس وهنا جاهز للتقديم وبألف هنا.